مساء الفل. انا احمد جودة ودي قناتي الجديدة. انا لقيت نفسي قاعد الساعة داخلة على 2 بالليل او 3. الجو هادي، فقلت اما اطلع كده بقى ايه، اقعد كده اعمل فيديو واجرب الاستوديو الجديد اللي انا عامله. الاستوديو ده متكلف ده. انا من فترة حبيت ان انا ادخل على اليوتيوب وابدا انزل فيديوهات ومحتوى على اليوتيوب. حاولت كده افهم الدنيا ماشية ازاي. والله قال لك والله اي محتوى بيتكون من صوت وصورة، يعني مايك زي اللي انا جايبه ده. وانا في حالتي دي انا جايب المايك اسمه بويا، ان مش هعرف اصور بالمايك بتاع الايفون. التليفون بعيد عني بتاع متر تقريبا. طبعا الصوت ساعات بيعمل صدى صوت لو انت قاعد في مكان. طبعا احنا عشان نستفاد صدى الصوت ده والله المفروض يبقى فيه حاجه اسمها اكوستيك فوم. ده بيتجاب برده من على النت او حاجه زي كده، بيبقى فوم كده لونه اسود بيتحط على الحيطه بيمنع صدى الصوت ده. طبعا لقيته برده يعني غالي ومكلف. فاحنا عايزين نعمل ايه؟ احنا عايزين نعمل حاجه كده ايه، بادجت كده. عايزين حاجه نصرف في الحاجات المهمه وما نصرفش في الحاجات اللي ايه مش مهمه. واشوف افكار على اليوتيوب وكده. قال لك احلى حل الكرتونه بتاعه البيض. جبنا كراتين بيض حطيناها حوالينا في الاستوديو، شغل حلو. الصوره، طب الصوره دي عندنا حاجتين، هصور بايه والاضاءه. قال لك ايا كان اللي هتصور بيه، الاضاءه رقم واحد. الاضاءه تظبط لك اي فيديو. انا معايا تليفوني عادي الايفون، فاحط اصور بيه صورته حلوه وبيصور 4K وبتاع وتمام. الاضاءه بقى، الاضاءه بتتقسم 3 اضاءات. اول حاجه دي اسمها المين لايت، الاضاءه اللي بتبقى جايه عليك مباشر، تمام. وبتبقى هي اقوى اضاءه موجوده في المكان. ودي اضاءه اللي انا بستخدمها سوفت بوكس محطوط عليه اضاءه ابيض عاديه جدا قويه شويه. الاضاءه دي طبعا بتتحط كده على ايدك الشمال بزاويه شويه، بتيجي عليك الاضاءه اللي بتبدا تعمل ظل الناحيه دي. فبتيجي بقى استخدام دور تاني اضاءه، الفيل لايت. الفيل لايت ده ممكن يبقى ابيض عادي، بس انا اخترتها ان هي تكون وورم شويه، مديه على اصفر، بحيث ان يبقى فيه ايه جو سينماتيك كده. انا احب السينماتيك قوي بصراحه واعزه جدا يعني. استخدمت رينج لايت، جبت على الاضاءه الورم ومعاه لمبه صغيره كده ب20 جنيه برضو، مداني ايه شده اضاءه شويه. تالت حاجه والله قال لك في اضاءه بقى تتحط كده وراك، تمام، تبدا تعمل لك انعكاسات على جنب التيشيرت هنا او على جنب وش من هنا، تعمل عزل ليك انت عن الخلفيه يعني، او تعمل تحديد. بتحدد الحدود بتاعه جسمي كده اهو، بتحدد الحدود بتاعتي اهو، بحيث ان انا اتفصل عن الخلفيه اللي ورايا. يعني غالبا اسمها هير لايت، يعني مش متاكد قوي، بس هي غالبا اسمها هير لايت. لمبات ليد او كشافات ليد معينه بتبقى 600 500 800، يعني بتبقى فرنج السعر ده. فانا قلت يعني لا، احنا مش بتوع بقى الكلام ده، نخترع حاجه جميله كده. والله جبت كام لمبه، تمام، لمبه ب20 جنيه برضو عادي، حطيتهم في كرتونه كده، كرتونه عامله شكل شبه الدايره كده، وجهتها عليا. نيجي بقى الاضاءه الرابعه، ودي مش مهم قوي نستخدمها، بس انا استخدمتها بصراحه، بتدي شكل حلو كده. ان انا نورت الاضاءه الباك جراوند بتاعتي ازرق، ممكن انور اخضر بعد كده عادي، مفيش مشكله، يعني على حسب المود. وانا داخل كده اصور الفيديو المود عامل ازاي. ممكن تلاقي بقى كده ايه في مود روقان كده، مثلا شويه دفى كده في الشتاء، فتلاقي بقى الاضاءه كلها بقت وورم. بس يا سيدي كده خلصنا الاضاءه، خلصنا الصوت، صورنا الفيديو. تيجي بقى شركه ابل تقول لك لا استنى بقى، يعني ايه، مش كل حاجه سهله. لا استنى بقى يا معلم، لا مش هينفع تعمل الفيديو. لحد ما لقيت برنامج اللي اسمه 3U تولز، واصله داتا ترانسفير، بتنقل داتا. اول ما وصلت الوصل بالكمبيوتر وبالموبايل، قال لي والله جاب لي رساله كده، يعني الكمبيوتر ده تمام معاك، مجرد ما بيعتمد يا باشا بيحمل الحاجه كده، وتلاقي بقى ايه، والله شركه ابل تيجي تقول لك لا يعني استنى بقى، برافو على المجهود اللي انت عملته، للاسف مش هينفع تكمل. اولا الحمد لله على السلامه، ثانيا لحد هنا والاتوبيس مش هيقدر يكمل علشان دي محميه طبيعيه. الفيديو بيطلع باكستنشن ما بيشتغلش على الكمبيوتر، الكودك بتاعه لازم تشتريه بفلوس. والله اكتشفت حل بسيط قوي، ان الاكستنشن بتاع الفيديوهات بتاعت ابل
بيشتغل عادي على برامج المونتاج. الحشيش تمام حاجه هايله قوي يا معلم. زي الفل يا سيدي الناس. الحمد لله. لما بشتغل على المونتاج بعمل له اكسبورت باكستنشن بقى، يقدر يشتغل على كمبيوتر عادي ويتفرج على الفيديو. لان الفيديو وحاطينه على برنامج المونتاج، والله بستخدم كذا برنامج. اول برنامج بستخدمه ادوبي بريمير، بس صعب يعني، مش سهل، مش اي حد يستخدمه، لازم تتعلمه الاول. انا حاولت اتعلم عليه شويه حاجات كده، اهمها الكالر كوريكشن وتصحيح الالوان. ده بقى كده انت بتظبط الالوان بتاعتك، الابيض ابيض والاسود اسود، وابدا اعمل اكسبورت للفيديو بكواليتي عاليه برضه. تاني برنامج بستخدمه هو حاجه اسمها وندر شير في المورا، باخد عليه الفيديو بعد ما ظبطت الالوان على ادوبي بريمير. والله ببدا اظبط بقى ايه الحته اللي انا سرحان فيها، ما بتكلمش فيها، بحيث ان انا اطلع في النهايه كده ايه بالفيديو ال10 دقايق الجميل. طبعا انا بقعد اصور مثلا ساعه واقعد اتكلم بقى واقعد اقول حاجات اللي هو انا بقعد اتفرج عليها بعد كده، لو ايه اللي انا بقوله ده يعني، زي دي مثلا انا هشيلها. بنبدا نحط الانترو، ببدا احط الاوترو، اعلي صوت، اوطي الصوت بتاع، افخم الصوت كده ويبقى صوت بودكاستاوي كده. انا احب الصوت البودكاست بصراحه يعني رغم ان هو صوت مستفز الا ان انا بحبه، يعني عايزه قوي البودكاست ده، ان انا يبقى فيه شويه حلقات كده في النص يبقى فيها بودكاست اتكلم لوحدي. انت عمرك شفت حكايه البودكاست اللي بتطلع تتكلم لوحدك دي؟ انا بقى اعمل لك بودكاست بتكلم فيه لوحدي. اخر اكسبورت للفيديو بيطلع الفيديو متظبط الوان، متظبط مونتاج، متظبط صوت، الاضاءه بتاعتك متظبطه، الصوت بتاعك حلو، كل حاجه تمام. ببدا ارفع بقى الفيديو على اليوتيوب. فلو انت بقى وصلت لحد هنا في الفيديو فما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب. انا مش طالب منك حاجه اكتر من كده، مش هقعد بقى اطلب منك طلبات واعجزك يعني، والله هو لايك وسبسكرايب وخلاص يعني. ممكن بقى الفيديو الجاي بعد ما تعمل لايك وسبسكرايب اقول لك ايه، لا اعمل لي بقى ايه فولو على الانستجرام. الفيديو اللي بعديه ابدا اقول لك اعمل لي فولو على تيك توك. ما انا معايا تيك توك برضه، ما احنا مش هنسيب التيك توك، يعني هنجيبه برضه معانا. هنعمل كوميونتي على التيك توك ونعمل كوميونتي على الفيسبوك ونحط الاثنين كوميونتي مع بعض يعني، فاهمني؟ واخد بالك؟ التيك توك برضه حلو، بيجيب مشاهدات كتير. ما تنساش تعمل بقى لايك، ما تنساش تعمل سبسكرايب، وتستنى بقى الحلقه الجايه. ولو عندك بقى اصحابك بتاع خليهم يجوا لنا، عشان الحلقات الجايه تبقى حلوه. ومحتاجين محتاجين اللمه، محتاجين بصراحه اللمه قوي، ومحتاجين بقى ان احنا نتشاف بقى، يعني محتاجين ان احنا نتشاف يعني بعد المعاناه بقى اليوتيوبيه دي كلها، محتاجين ان احنا بقى نبدا ننجح بقى على اليوتيوب. واشوفكم الحلقه الجايه بخير، وكان معاكم احمد جوده، سلام.